هل أجد لديك ما يقي برد الليل وحر النهار؟ لدي هذا للبرد وهذا للحر. ولكليهما؟ وهل ما يقي البرد يقي الحر؟ نعم. حين يظلنا صيفا فهو يقينا الحر، وحين يدثرنا شتاء فهو يقينا البرد. لكن إن أردت فلدي رداء لا يليق إلا بالفرسان. ومن قال لك بأنني فارس؟ يعرف الفارس بسيفه. بل بعقله وخلقه. بل بسيفه. ماذا تفيد الرجال أخلاقهم إن لم يكن معهم سيف يحميهم؟ أخالفك الرأي سيدتي. يعرف الرجل بخلقه وسلامة عقله. سأعطيك مثالا. خذي سيفي هذا واعطني منديلك. أريني الآن من يصرع الآخر. ستعرفين يوما ما بأن أخلاق الرجال أمضى من سيوفهم يا صاحبة المنديل. يا هذا السيف. سيف بمنديل، أليست صفقة رابحة؟ ما هذا؟ إنه سيف. أعلم أنه سيف، ولكن من أين أتيت به؟ اشتريته. أقصد استبدلته بمنديل من هذه المناديل الحمراء. ومن هذا الأحمق الذي قبل بذلك؟ إنه مجرد مشتر. بعته المنديل بالسيف فوافق. حسنا فعلت. أرى أنك أصبحت بارعة في فنون البيع والشراء. ليتك فعلت ذلك من قبل. أيها الأمير، ائذن لي بذاك الأسير. ولك يا شداد. أين هو سيفك؟ هذا هو. أليس هذا سيفك؟ أجل. قل لصاحبة هذا المنديل أخلاق الرجال أمضى من سيوفهم. هيا امضي إلى حيث تشاء فأنت حر، وسألتمس لك طريقا كي لا يعترض أحد من جنودنا طريقك. ابنتي. أبي. حمدا للرب على سلامتك يا أبي. حمدا للرب على سلامتك يا أبي. سلمك الله يا ابنتي. حين جاءت أخبار هزيمة لودريك وقتله حسبت أنك لن تعود أبدا. لقد عشت أياما أسوأ من الموت. فدتك روحي يا ليتيسيا. لماذا تأخرت في العودة؟ كنت أسيرا. أسيرا؟ أجل، كنت أسيرا لدى جيش المسلمين. ويل قلبي عليك. وكيف استطعت الفرار من الأسر؟ لم أفر، بل هم أطلقوا سراحي. كيف؟ خذي.